اول ما افكر افتري على اكتر ناس هم كانوا واقفين جنبي، صاحب المال. فانا مش عايز اطلع مما اعطانا الله. قرآن عظيم 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 قسما بالله. كلمة واحدة في المصحف الشريف وانت بتقرا القرآن الكريم وتكتشف عظمة الآية دي، وتكتشف قد ايه احنا غلابة قوي لربنا سبحانه وتعالى. والله زي ما بكلمك. الآية في الآية الثالثة في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنا عايز أتكلم معاك على مما رزقناهم ينفقون. أنت متخيل إن كل واحد فينا لما ربك سبحانه وتعالى بيمن عليك وعليا وبيرزقنا أرزاق وليكن مادية وبيوسع في رزقك ورزقي، فأنت تبدأ تحس إن أنت اللي جايب الرزق ده والعياذ بالله، مع إن الآية واضحة وصريحة: ومما رزقناهم ينفقون. مين اللي رزقك؟ مين اللي رزقك ورزقني؟ أنت اللي جيت بشطارتك